بداية تجميع عربيات إكسيد الصينية في مصر، العلامة فاخرة التابعة لمجموعة شاري، وده في مصنع المصرية الألمانية إيجا في 6 أكتوبر. إكسيد داخلة مصر بموديلين RX و VX اللي فيها ال7 كراسي. المصنع حاليا بدأ تجميع RX والمفروض يبدأ إنتاج VX قريب جدا. إكسيد RX كومباكت SUV فيها موتور 2000 سي سي توربو، قوته 261 حصان، عزمه 400 نيوتن متر، مع فتيس 7 نقلات دبل كلاتش ويت من بورج وورنر الأمريكية، ودفع أمامي أو كلي في الفئة الأعلى. أول فئة متعبئة بأوبشنز زي سقف بانوراما، جنوط 20 بوصة، وفرش بجلد النابا للكراسي الكهرباء اللي فيها تبريد وتسخين، مع شاشتين 12 بوصة ونظام صوتي سوني. غير كده الخامات اللي في كل مكان بتعبر الحقيقة بشكل كبير عن الطابع الفاخر للعلامة. الفئة التانية بتزيد كمان بحاجات زي مساج للكراسي الأمامية مع سماعات في مسند كرسي السواق بتخليك ممكن ترد على مكالمة تليفون من غير ما بقية الركاب بيسمعوا المكالمة، وبيكون في تحكم كهرباء وتسخين وتبريد للكراسي الخلفية. ده غير ان العربية بتبخ معطر ب3 روايح مختلفة واوبشنز تانية كتير لو رصيناها يعني ممكن نقعد يومين في الفيديو عادي. اما عن الامان فالفئة الاعلى فيها حاجات زي 8 ايرباجز من ضمنهم واحدة وسطية بين السواق والراكب الامامي، وفي كمان ني ايرباجز عشان تحمي ركب الناس اللي قاعدة قدام، وفي انظمة كتيرة لدعم السائق زي كاميرات 540 درجة، مثبت سرعة تفاعلي، ولين ديبارتشر سبريشن سيستم اللي بيحافظ على مسار العربية جوه الحارة المرورية، ده غير تحذير التصادم الامامي واوتوماتيك امرجنسي بريكنج. والعربية كمان بتنبه الركاب من حركة المرور الجانبية لما يفتحوا الابواب. RX كمان فيها كاميرا امامية بتسجل الرحلة علشان يكون في مستند بالفيديو تقدر ترجع له اذا تعرضت لاي حادثة لا قدر الله. الأهم بقى من كل ده هو السعر. أسعار إكسيد RX 2 مليون و380 ألف جنيه للفئة الأولى و2 مليون و780 ألف جنيه للفئة الثانية. ده بيحطها في منافسة مع عربيات أوروبي كتير. أنت إيه رأيك؟ شايف إنها هتقدر تقف قدامهم في المنافسة؟